سبحان الله، الواحد لسه طالع من اسبوع فات بيقول ان بيلينجهام مش بيلينجهام، والمدريديه المقصلين اكيد عارفين ان الواد ده مش مظبوط. وكنت بقول ان احنا متعودين على بيلينجهام ان هو عنده ثقه في نفسه، بس الواحد حاسس ان الثقه بتاعته مهزوزه في نفسه الايام دي. عشان سبحان الله بيلينجهام يطلع يتكلم ويقول انا عارف ان في لحظات ضعف عدت عليا واوقات شكيت فيها في نفسي وكنت محتاج حد اتكلم معاه، بس بدل ما اعمل كده قلت لا، احافظ على صوره الواد الاول اللي مش محتاج مساعده من حد. بس الحقيقه ان انا محتاج كل المساعده ومحتاج حد اتكلم معاه عشان يثبت لنا فعلا ويثبت للمدريديه ان ده مش بلينجهام اللي احنا كنا متعودين عليه. بس الحاجه الحلوه يا بلينجهام اللي انت عارف المشكله وحاطط ايدك عليها، وما دام طلعت اتكلمت عنها يبقى انت خلاص يا معلم عارف ان انت قربت تحلها، ومستنيينك بعد التوقف الدولي هترجع لنا بلينجهام اللي احنا عاوزينه، الواد الاول اللي انت بتقول عليه اللي مش محتاج مساعده من حد. ومحدش يلوم على بلينجهام يا جدعان، بلينجهام ده 22 سنه، انت عارف يعني ايه 22 سنه؟ يعني ممكن معظم الناس اللي بتتفرج عليه اكبر منه في السن اصلا، بس انت عشان ممكن الواد بسم الله ما شاء الله تركيبته الجسديه كده تحسسك ان هو واد 30 35 سنه مثلا ولا حاجه وكبير وعاقل. لا، ده هو لسه عيل صغير ومحتاج الدعم برضه.